الامين العام ديال الامم المتحده كان في فرنسا. في واحد اللقاء طرح عليه واحد السؤال من طرف اظن شي جامعيه. كان في نقاش في اطار شي منتدى ديال العلوم السياسيه ولا غيرها. طرح عليه سؤال حول الملف ديال الصحراء المغربيه، الجزائر، بوليزاريو. طرح عليه واحد السؤال، كانت عنده اجوبه. هادشي الخميس اللي فات كانت عنده اجوبه. اللي تلاحظ في هذه الاجوبه انه اولا هو كيحلل الوضع، كيتجاهل البوليزاريو، بمعنى كيحيد البوليزاريو وكان البوليزاريو ما بالنسبه ليه هو ما كاينش. هضر على الامين العام اللي غادي يقدم تقرير، اللي كيقدم تقرير. هذه الاولى، بمعنى تجاهل البوليزاريو. وكاينه اشارات اللي كتبين بانه الزاويه ديال النظر ديالو البوليزاريو انه جماعه مسلحه متطرفه، بمعنى ارهابيه. كيقولها بصيغه ماشي بصيغه اللي هي مباشره، ولكن اللي كتفهم السياق ديال الهضره. قال ملي بدا كيهضر على الوضع، كيهضر على شي حاجه من التاريخ. ما كيهضر على المغرب، كيهضر على اسبانيا، وكيهضر على موريتانيا. كيجي كيقول لك فين واصلين الان. كيقول لك اودي هذه مستوره الدور ديالو، ولكن كيقول لك كل شيء واقف. دوك اللي كيتسناو، الرباعه اللي كاينين في المخيمات كيتسناو، كل شيء قال لك واقف، ما كاين حتى شي حاجه. ولكن كيدير واحد الاشاره مهمه جدا. هذوك اللي كانوا مصدعين كيقول لك المناطق المحرره وكذا، كيدير واحد الاشاره مهمه. كيقول لك كيهضر على المغرب بانه هضر على المغرب الجدار الامني وكذا، ولكن كيهضر على المنطقه العازله. كيقول لك المغرب اللي خلاها. لهذا كيقول لك المغرب اللي خلاها. ملي كنقولوا اودي المغرب خلى المنطقه العازله، راه ديال المغرب خلاها. واليوم اللي كيزيد المغرب فيها حتى تحيد كاع، راه حق ديالنا، ديال المغرب، حق ديالنا، لان المنطقه العازله راه اراضي مغربيه خلاها المغرب في تفاهمات اللي كانت مع الامم المتحده. كان واحد السياق، الان هذاك السياق ما بقاش. ولكن كيقول لك اودي بان القوات الامميه عندها صعوبات لممارسه المهام ديالها. شنو جديد؟ وكيقول وضعيه خطيره. شنو جديد في هذه القضيه؟ ملي كيقول لك القوات الامميه عندها صعوبه في ممارسه المهام ديالها. هنا دوك اللي مصدعين لنا القضيه اللي كيخرجوا ديك الاساطير القديمه. شنو هي؟ قال لك المهام ديال شنو هي المهم، شنو هي المهام ديالها؟ شنو هي؟ هي انها تبقى بين الاطراف وتحافظ على وقف اطلاق النار. بحال هذا هو المهمه الوحيده اللي عندها. كيقولها بهذه الطريقه. ولكن وسط هادشي كامل ملي كيقول لك اودي كاينه العرقله، كاينه عرقله ديال العمل ديال القوات الامميه. كيوجه الاتهام مباشره ضمنيا. ملي كيتجاهل البوليزاريو شكون؟ الجزائر. كيمشي مباشره، ما كيقولهاش، ولكن كتاخذها بمعنى انه بالنسبه ليه هو لما كيتحدث طرف كيعرقل هو كيتجاهل البوليزاريو. شكون هذا الطرف؟ هو القضيه ديال هو الجزائر. اذا هنا غنتوقعوا، هنا وحنا كنسمعوا غنتوقعوا هنا التقرير الجاي نبداو نستنتجوا من الان. غنتوقعوا بانه راه كاين مره اخرى غيرجع كيقول لك الطرفين الرئيسيين المغرب والجزائر. غادي يهبط البوليزاريو، غايدير لك الرسائل اللي كيدير البوليزاريو غيرهم. غادي يحمل المسؤوليه، غيقول لك بان البعثه القوات الامميه والبعثه الامميه راه في خطر. وهنا غيدير اشاره للقضيه ديال الارهاب. وهاد الحوايج كلهم غيدير اشاره للقضيه ديال الارهاب. غيحمل المسؤوليه للميليشيات الارهابيه ديال البوليزاريو. حنا كنتوقعوا هاد المساله غتكون في التقرير اللي هو جاي. وهنا ايضا
قضيه ديال ما يقع في المنطقه العازله غادي يمشي في اشاره بانه كيدخل في اطار الدفاع الشرعي عن النفس. اذا هنا ها الملامح فين غادا بالنسبه اللي كيكذبوا على دوك الدراوش اللي كاينين في المخيمات. هنا بعض المعلومات، لانه في كل مره كيبدا النقاش وكنشكروا بزاف الاخ علي بريش اللي كينقل لنا دائما داخل في اطار، كينقل لنا ما يروج بينهم اللي كيكون شي حدث بحال هذا شي تصريح. واحد المساله ملي كتسمع تصريحات كتسمع بانه كيتسالوا كيقول لك حنا من 75 وحنا في الحماده، كيقول لك هادو المجموعه من 75 وهما في الحماده. هذا السؤال ديال المصير ديالهم، هما من 75 وهما في الحماده، حتى حاجه ما دارت، حتى حاجه ما تزادت من 75. هي بدات كتروج هذه، ثم كيقول لهم واحد من 75 وحنا في المتمنيات. معناها في المتمنيات ديك القضيه ديال كل عام يقول العام الجاي وعرفتي هذه المده كامله العام الجاي غيكون العام الجاي، بمعنى كل مره كذوب، اكبر اكذوبه. شوف الناس هنا فين وصلوا. ثم كاين اللي بدا كيقول بانه هذا الشيء كله واحد الفيلم دارته الجزائر، هذا الشيء كله دارته الجزائر هنا. وهذه المساله مهمه جدا، مهمه جدا. اذا حنا كنحاولوا نشوفوا اشنو واقع. اللي واقع بالضبط انه اللي في المخيمات متدمر قلق، واللي الفوق هذو المجموعه ديال الكبرانات ما بقاوش عارفين اش غيديروا في هذا الملف هذا، ما بقاوش عارفين اش غيديروا في هذا الملف هذا نهائيا، ما عارفينش، لانه صافي كل هالاوراق اللي لعبوها تم استنفادها. لان الواحد يرجع يشوف شحال ديال الاوراق، وهنا بالنسبه للجزائريين الحاضره وغير الحاضره ديما كنطرحوها سؤال: حتى لين غتبقى غادا الجزائر العسكر غيبقى يحكم الجزائريين بهذا الملف؟ حتى لين؟ بمعنى شحال؟ لان هنا استنزاف ديال الاموال ديال الجزائريين. واش فين ما مشى هذاك وزير الخارجيه اللي المخ عندو الملحوس، اي حاجه كيدوي على الملف ديال الصحراء المغربيه، داخلين المجلس الامن من اجل هذا الملف هذا. هو بمعنى كل شيء، البلاد كامله بالبشر ديالها، بالوزارات ديالها، ب 825 كبران، بالغاز ديالها، بالنفط ديالها، كل شيء. هادشي هذا خدام على المجموعه، خدامين لصالح المجموعه ديال البوليزاريو. هذا كله واش كاينه شي دوله عندها واش كاينه شي دوله في العالم كله عندها، ديما كنقول انا، عندها ملف واحد؟ ما كاينش. وسط هذا الشيء هذا واحد التحول وقع في الجزائر. شنو هو التحول؟ خصو يتقرا ماشي بطريقه بسيطه. المناورات العسكريه اللي شنا منذ صعود شنقريحه الى قياده الاركان، كيكون فيها شنقريحه ومعاه العسكر فقط. ما كنهضرش انا على دوك الاستعراضات اللي كيديروا في الجزائر العاصمه، هذيك اللي كيحضروا ليها دبلوماسيين وغيرهم، كيكون فيها تبون مرات. ولكن كنهضر على مناورات اللي سموها مناورات بالذخيره الحيه، غيحضر ليها تبون. شنو المعنى ديال هذه المساله؟ هي من ناحيه ذاك الدستور ديال بوتفليقه اللي خلاه التبون، راه المسؤول العسكري هو تبون. ولكن علاش في هذا الظرف هذا داو تبون وشناه تما بالحاضر؟ عمركم شفتوا شي واحد حاضر
في تمرين عسكري بالذخيره الحيه حاضر كومبلي، لدرجه انه حال جوج صدفات ديال القميجه بحال ما حملش راسو جالس تما. كاين هادي عندها ابعاد، عندها واحد الابعاد كثيره. الابعاد ديالها ان شنقريحه وواحد المجموعه معاه بداو كيحسوا بالخطر، لان كاينه معلومات كتقول بانه راه كاينه واحد اللائحه اللي يمكن انها تقدم للقضاء الدولي. هذه الاولى، بدا كيحسوا بالخطر اذا تراجع، بدا كيرجع للور، خصو يخرج تبون. المساله الثانيه انهم كيهيئوا لشي حاجه، كيهيئوا لشي حاجه وباغيين يخرجوا تبون الواجهه هو اللي يعلن عليها، كيهيئوا شي حاجه. لان يعني المساله ماشي عاديه. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث، واش ما كاينش شي جزائري يتساءل كيقول لك اودي شنو هي الفائده ديال هذه المناورات؟ واش كاين شي جيش في العالم كيدير المناورات مع بعضياته؟ واش كاين شي جيش في العالم اللي دار مناورات بهذا الشكل، بهذا العدد ديال الذخيره الحيه اللي قالوا، وما كاينش قطع الغيار؟ واش كاين شي جيش في العالم اللي باقي عنده هذوك المدافع اللي شنا واحد المدفع كيضرب في الحجر وكينوض الغبره المدفع؟ واش كاين شي جيش اللي باقي عنده هذه القضيه هذه؟ واش كاين شي جيش في العالم اللي باقي بهذاك الشكل المتخلف؟ فينا هو السلاح اللي كانوا كيديروا الصفقات تندافع قدام. ثم الصور اللي كيديروا شنو هي صور كلها ملفقه. كاين شي حوايج كيجيبوهم من مناورات اخرى كيبينوهم تما، وراه ربما غادي تشوفوا واحد الصور ديال كاميرا داخله وسط المدفع. شي حوايج زعما بحال ديال الافلام الكرتونيه اللي دايرينها تما. ولكن الفكره الاساسيه هي علاش خرجوا تبون في هذا الوقت بالذات وجلسوا في مناورات عسكريه بالذخيره الحيه كما سموها. ثم علاش جابوا بعض الوفود، ماشي وفود، بعض الوفود شنا حضور ربما واحد قائد قطري شي مجموعه اخرى. علاش جابوهم؟ علاش مثلا جا قائد قطري وشي وحدين افارقه، علاش ما كانش مناورات مثلا كبيره ويمكن يشاركوا فيها دول اخرى؟ شنو المعنى ديالها؟ معنى ان الدول ما كتثقش في الجيش ديال الكبرانات. هي جاو حضروا ولكن ما كيتيقوش، ما يمكنش انهم يغامروا ويدفعوا بافراد من الجيش ديالهم باش يديروا مناوره مع حتى واحد. ما يدير مناوره مع شنقريحه، جيش ما مقادش وما كايناش ثقه فيه. ولكن كيبقى السؤال، علاش جابوا تبون وخرجوه للواجهه؟ نمشيو للموضوع الاخير، هذا الشيء اللي واقع في روسيا اللي هضرنا عليه البارح. التعليقات اللي خرجات اليوم كتقول لك بان بوتين الوضعيه ديالو خطيره على مستوى الرئاسه ديال روسيا. كاين البعض اللي مشى ابعد كيقول لك الايام ديالو ما بقاتش بزاف، يعني ما بقات عنده ايام معدوده باش يمكن يحيد من الرئاسه. علاش؟ لان الامر كيتعلق بانقلاب. هذا الامر اللي وقع كيتعلق بانقلاب. وكاين اللي مشى ابعد وكيهضر على واحد المساله، كيقول لك بان البرلمان ديالهم اللي هو الدوما غادي يخرج خلال الاسابيع المقبله واحد القانون اللي فيه الامكانيه ديال العزل ديال بوتين. شنو وقع؟ وانا هنا دائما غنستحضر ديك الفكره ديال الكبرنات المساخيط اللي مشاو وطلبوا من بوتين الحمايه ديالهم. ما طلبوش من روسيا، طلبوا من بوتين الحمايه ديالهم. كاينه مساله اخرى، شنو وقع في الصفقه اللي تحدثوا عليها بين القائد ديال الفاغنر مع الرئيس ديال بيلاروسيا، واللي هي صفقه مع من
في الواقع هي صفقة فيها بوتين أيضا. شنو وقع وشنو وقع بالضبط هنا؟ ثم القضية الأخرى، واش فعلا أن القائد ديال فاغنر عنده علاقات بالمخابرات ديال الدول الغربية؟ وكاين البعض اللي قال لك مشى بعيد كيقول لك لا، مجرد مسرحية بين بوتين والقائد ديال فاغنر. لا، هذه الفرضية ما صحيحاش. الفرضية ما صحيحاش لأنه ما يمكنش بوتين اللي دار تحليل لكل ما كتب عنه والشخصية ديالو ما غاديش يقبل هذه المسألة هذه. ما غاديش يقبل، ما غاديش يقبل هذه المسألة هذه نهائيا. إذا هنا كاين البعض اللي كيقول لك ودي الأمر كيتعلق بالانقلاب، والخطير أنه انقلاب والعسكر، جزء من العسكر من الجيش الروسي مع الفاغنر في هذه المسألة هذه. لأنه بزاف ديال عباد الله كيقول لك كيفاش أنه قطعوا هذيك الكيلومترات كاملة حتى بقات 200 كيلومتر على موسكو وما كاين لا هجوم عليهم من طرف الجيش الروسي، ما كاين حتى شي حاجه، ورجعوا للقواعد ديالهم ما كاينش هجوم. كيقول لك البعض كيفاش هنا بمعنى اطراف داخل الجيش هي ولات ضد بوتين. ثم كيفاش ان هذا التناقض اللي وقع فيه بوتين براسو كيخرج وكيقول لك غطبق القانون وكذا، ومن بعد كيخرج وكاله الانباء ديالهم كتقول لك بانه ما كايناش الدعوه الجنائيه ضد القائد ديال فاغنر، ما غاتكونش، ما غيكونش حتى متابعه ديال القوات ديالو. ولكن كيبقى واحد السؤال، علاش بقات 200 كيلومتر؟ وكان كما كيقولوا التوقعات كامله راه كان بالامكان ديالو انه يدخل الى موسكو ويمكن انه يحيد بوتين. هذه كيقول لك بانه عنده واحد القوه كبيره جدا. هنا سؤال اللي كاين، واش روسيا الان تقسمات على جوج، كاين الجيش وكاين الفاغنر، شنو هي العلاقه بيناتهم؟ هذا غادي يضعف روسيا في الحرب في اوكرانيا. كيفاش الدول الغربيه خاصه المخابرات الامريكيه كتقول لك بانها كان عندها علم، رصدات منذ اسابيع ولا اكثر بان القائد ديال فاغنر غيدير شي حاجه ضد بوتين. لحد الان هذه المعلومات راه كامله، هذه المعلومات كامله هي مجرد اسئله، لانه باقي حتى اجهزه المخابرات مازال ما عندهاش معلومات في العالم كله، مازال ما عندهاش معلومات هنايا. ولكن ايضا كيقول لك كيفاش انه الروس، مجموعه ديال الروس كانوا مع الفاغنر، وراه كاين فيديوهات التي تشيد بهذه المساله ديال اللي داروا الفاغنر. ثم كيفاش بوتين قلنا البارح كيشير الى الثوره البولشوفيه. واش معنى هذا؟ انه غادي يوليو حرب اهليه. واش كيهضر على حرب اهليه؟ في جميع الحالات روسيا دخلات في مرحله عدم الاستقرار، والايام المقبله غتكون صعبه جدا على الرئيس بوتين. اكثر من هذا، الان لما تحدثنا البارح وقلنا بان 25,000 اللي ماتت، ولا اكثر من 25,000 وبقات 25,000، معنى هذا اللي كانت قيد المعركه هي الفاغنر. الان المعركه خصو يدخل لها الجيش الروسي، ولا دخل لها الجيش الروسي هنا غادي يولي يتاثر المجتمع، لان كيعتبروا هما الفاغنر بحال قوات بعيده عليهم كما كانوا هي ديال روسيا. السؤال اللي كيطرح، شنو هي الوضعيه ديال القوات ديال الفاغنر اللي كاينه في العالم كله الان، خاصه في افريقيا وفي اسيا وغيرها، ومنها الوضعيه اللي كاينه في الجزائر. فاغنر اللي في الجزائر شنو هي الوضعيه ديالهم اللي غتكون؟ وقلت راه هما الحراس ديال شنقريحه، وتحت الاوامر، ما كيعرفوش الجزائريين، تحت الاوامر ديال خليفه حفتر العدو ديال الكبرانات، غيستعملها في الوقت الملائم مزيان. ولكن هنا علاش لما وقع هذا الشيء في روسيا وقع واحد الاضطراب نفسي
في الجزائر، لدرجه انهم ما بقوش عارفين شنو يقولوا. الاعلام بعد ضرب الطم ساكت ديالهم، ولكن اللي خرجوا ديالهم في التعليقات وكأن الحدث عندهم فيه واحد المندبه كبيره جدا. علاش ولات المعنويات ديالهم منهاره؟ معنى هذا انهم حسوا بالخطا القاتل ديال الزربان على عمرو اللي دارها تبون. حسوا بهذه المساله هذه، بمعنى حسوا بالخطوره ديال ان تبون وضع المصير ديال البلاد كامله بين يدين بوتين. دابا هنا الفاغنر اللي كاينه في الجزائر، الفاغنر اللي كاينه في ليبيا، الفاغنر اللي كاينه في مالي، كيفاش غتكون الوضعيه؟ ماذا سيقع هنا؟ وعلاش الجزائريين خرجوا كيردوا على كيقول لك لا الانقلاب ما نجحش وكاين؟ علاش بعض الجزائريين شنو هنا في المسائل غير الواعيه، لا وعي ديالهم ان المصير ديالهم هو مرتبط بالاستقرار ديال روسيا. المصير ديال النظام العسكري في اخر المطاف. علاش؟ لانه في واحد المرحله شنا شنقريحه مشى لفرنسا، شنا هاد الحوايج، كان البعض كيقول لك الاجنحه، كاين اجنحه اللي هنا وهنا، ولكن كيمشي بوتين، كيمشي تبون وكيطلب الحمايه ديال بوتين، صافي معناه حطيتي المصير ديالك. اذا ما يقع في روسيا يؤثر على البلاد ديال الكبرانات اللي هي معزوله الان وكتسنى المصير ديالها. المصير ديال الجزائر كله مرتبط بما يجري في روسيا في جميع الحالات، مهما كان الوضع في روسيا. روسيا ضعفت في جميع الحالات. من وراء هذه المساله ديال الانقلاب لن تكون روسيا كما كانت، وهذا غيأثر على البلاد ديال الكبرانات. السؤال هنا شنو هي المصير ديال القاعده الروسيه اللي كاينه قرب وهران؟ شنو هو المصير ديالها؟ هذه كلها اسئله مطروحه. اذا هنا نظام لاح راسو عند نظام اخر، النظام العسكري الجزائري لاح راسو عند النظام الروسي. النظام الروسي الان في وضعيه صعبه، كاين استقرار. اذا هذاك عدم الاستقرار كيضرب هنا، بمعنى غادي يضرب هنا، غيزيد يعمق الفجوه اللي كاينه داخل الجزائر، غيخلق عدم استقرار اخر. هي اصلا البلاد ريبه وغادي يخلقها. اذا هنا باش يعرفوا الخطا اللي داروا المساخيط، الخطا اللي داروا المساخيط. وبالمناسبه ملي كيكون واحد غادي في خطا اخليه يزيد يمشي فيه، يعني يزيد يمشي. لاحظتوا بانه كاين صمت في اوكرانيا، كاين صمت في الدول الغربيه من ناحيه ديال كيعلقوا الصحف وغيرها، ولكن كينتظروا شنو غادي يوقع، ماذا سيقع في البلاد ديال شنو غيوقع في البلاد ديال الكبرانات.